بركة الفيل، تل العقارب، حوش الغجر، درب المهابيل، درب البربرة، الدرب الأحمر. هي إيه الأسامي الغريبة دي؟ جت منين؟ أهالي المنطقة بقى دي تجمع عشان لازم نبقى فاهمين. وقبل ما أتكلم عن أي حاجة، لو كنت لسه مشتركتش دوس اشتراك وصلي على رسول الله ويلا بينا. أولا، يعني إيه كلمة ضرب؟ ضرب مفيش شتيمة ولا ايه؟ لا مش دي. معنى ضرب يعني طريق، وفي الأمثال بيتقال من سار على الضرب وصل، يعني كل من سار على الطريق الصحيح وصل لغايته أو هدفه مهما بعدت مسافته أو قلت سرعته. وندخل بقى على بركة الفيل، وترجع قصتها لعهد الفراعنة. كان بيعيش عدد من الفيل هناك، وكانوا بيعبدوهم أهل المنطقة، ولما كانت بتجف الأرض كانوا يصلوا للفيلة دي ويطلبوا منهم نزول المي، وعشان كده اتسمت ببركة الفيل بفتح الباء. ومع مرور الوقت اتسمت ببركة الفيل. تل العقارب، ودي موجودة بالسيدة زينب، وسر تسميتها بالاسم ده إن المنطقة دي كانت منطقة جبلية كان فيها عقارب كتير وتعابين، وعشان كده اتسمت بتل العقارب. حوش الغجر، والمنطقة دي ورا سور مجرى العيون في مكان شبه مغمور، وللسبب ده كانت بتيجي بعض القبائل الغجرية اللي كانت بتطرد من الصعيد هربانين وجايين القاهرة ويحاولوا الاختفاء لفترة. وفي آخر الفيديو هقول لكم يعني ايه غجر. درب المهابيل، والاسم ده بقى ليه كذا قصة. أولاً، الحي ده كان بيمر عليه تشريفة عسكرية في العصور الملكية، وكانوا الجنود هناك بيعملوا شوية حركات بإيديهم، يرفعوها لفوق ينزلوها لتحت بطريقة غريبة أثناء مرور الوالي، فكانوا الناس بيستغربوا من طريقتهم دي وبيعتبروهم مهابيل. وفي قصة تانية بتقول إن كان في واحد من البشوات عنده قصر هناك، وكان القصر بيطل على الحي ده، وكان بيقام في الحي حفلات زار، وهي الحفلات اللي بتتعمل قلياني علشان يطلعوا الجن من الإنسان. وبسبب حركاتهم دي الباشا كان بيشوفهم ويقول عليهم ايه الناس المهابيل دي. والقصة الثالثة والأخيرة لاسم درب المهابيل إن المنطقة دي كان فيها محلات بتبيع البوظة اللي كانوا الناس مقبلين عليها، ودي كانت بتخليهم سكارى معظم الوقت، وعشان كده اتسمت بدرب المهابيل. الدرب الأحمر، واسم المنطقة ده بقى يرجع لحادثة مذبحة القلعة الشهير بعد قتل محمد علي لكل المماليك، ويتقال إن المنطقة ده اتملت بالدم لفترة طويلة لحد ما اتخلصت من آثاره، وعشان كده اتسمت بالدرب الأحمر. درب البربرة، واتسمت بالاسم ده نتيجة لنوعية سكانها من البربرة، سواء من المغرب العربي أو السودان أو أفريقيا، وكانوا يتسمون بالفقر الشديد، وكانوا بيشتغلوا عند أهالي الحي. درب الأغوات، واللي كان عايشين فيه الأغوات ومعظم رجال البلاط الملكي. مين بقى هم الغجر؟ هي مجموعات ناس منتشرة في جميع القارات، بيحتمل ان هم من اصل هندي او ايراني او من شرق اسيا، وبيتكلموا لغة هندية ايرانية، وبيعتمدوا في معاشهم على التجارة او عزف الموسيقى او قراية البخت او الاحتيال والتسول، وعشان كده هم مضطهدين من شعوب كتير، فما تسمحوش حد يقول لكم يا ناس يا غجر. ودي كانت اصل اسامي كتير مناطق ما كناش نعرفها. يا رب اكون عرفت اوصل المعلومه. ولو كنتوا لسه ما اشتركتوش انزلوا اشتركوا حالا. كان معكم بسمة مجدي، اشوفكم على خير.